السلام عليكم. هنعمل النهاردة كفتة فراخ جميلة قوي. هنبشر ليمونة، هنبشر بصلة، نص فلفلة هنقطعها حتت صغيرة تكاد تكون مبشورة. هجيب وش رغيف شامي هقصقصه وهبله بمية البصل اللي انا بشرته، بقيت مية البصل ومية الفلفل الاحمر اللي انا قطعته هشيله. هضيف على كفتة الفراخ بصل وتوم باودر غير البصل والعيش الشامي المبلول، ملح وفلفل اسمر، وحطيت كبابة صيني، حوالي معلقتين فيجيتار، زعتر بري معلقة، تشيكن كريسب اللي هي الكريسبي اللي بنعمل بيه البانيه، بتبقى لذيذة برضو قوي. حطيت شوية ملح هيمالايا، بابريكا معلقة كبيرة، بقدونس مفروم حوالي معلقتين كبار زيت زيتون. المية اللي طلعت من البصل والفلفل الاحمر هحط عليها زيت زيتون، دي اللي هحط ايدي فيها وانا بصبع. هعجن الكفتة كويس قوي، هغطيها واسيبها حوالي ساعة، وتقدري تعمليها قبلها بيوم في التلاجة. طلعتها من التلاجة هصبعها، هتشوفي قدامك اهو. هحط ايدي في المية الاول بتاعت البصل والفلفل اهو، متماسك الصبع ولا بيقع من على السيخ ولا اي حاجة. زيت وزبدة في الطاسة، وهنزل فيها الكفتة بتاعتنا. بدأت تتحمر اهيت، ولا فكت معاكي ولا اي حاجة، بس تسيبيها الاول تاخد اول وش. المية بتاعت البصل والفلفل اللي اتبقت حطيتها على وش الكفتة، تدي طعمها حلو برضه. ما تبالغيش قوي في التقليب، بس هي كده كده ان شاء الله مش هتفك منك. استوت، هحطها في الطبق. طلعتها في الطبق كده، وهاخد العيش الشامي او عيش التورتيه وهنزله ياخد الزبده يتحمر فيها، وبعدين هطلعه واحط عليه الكفته اللي طلعت. عملت صوص رانش لذيذ قوي، هكتب لكم طريقته في الوصف، في صندوق الوصف. اهي الكفته جميله وخفيفه ماسكه نفسها. هحط في عيش التورتيه كفته واحط مع صوص الرانش، بتبقى لذيذه قوي، ويبقى جنبها طماطم، خيار، بقدونس. هي بتحب الخضره، يعني كفته عموما، كفته الفراخ وكفته اللحمه بتحب قوي جنبها البقدونس والخيار والطماطم، بتحب الخضره. تقدري تعمليها قبلها بيوم. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك في قناتي، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشاركوه مع اصحابكم، ان شاء الله يعجبكم. بألف هنا.